السلام عليكم، أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما احنا شايفين كده السمبوسة أو السمبوسك أيا كان بنسميها ايه. السمبوسة طبعا طبق جانبي في سفرة رمضان، لكنه الحقيقة أساسي ومهم جدا، ومن أجمل أنواع المقبلات اللي بنقدمها جنب الأكل على السفرة. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل الطريقة بتاعتها ازاي، وهنشوف من نص كيلو دي هنطلع كمية حلوة جدا من السمبوسة هتكفينا فترة كويسة. وطبعا اللي حابب يضاعف المقادير يعمل كده. عندي ده نص كيلو من الدقيق، حوالي 3 كوبايات ونص كده بمج الشاي العادي. هضيف عليهم رشة صغيرة من الملح، وهضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت، وهقلب كل المكونات كده مع بعضها. وعندي ده ربع لتر من المية الفترة، مش سخنة ولا ساقعة، مية يدوب فترة. هضيفه لكن بالتدريج، وهنشوف احنا نحتاج الربع لتر مية ده كله ولا مش هنحتاجه كله، ولا نحتاجه ونحتاج عليه شوية كمان. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل بتاعة السمبوسة، وازاي تطلع معانا ناجحة، وازاي نشيلها في الفريزر وتطلع زي الفل كأننا لسه عاملينها حالا. ضفت الملح على الدقيق والزيت والمية، وهبدأ أعجن كده زي ما احنا شايفين. طبعا لو في عجان برضو نقدر نعجنها في العجان، مفيش مشكلة. بلم كده حروف البولة وأنا بعجن علشان ألم كل الدقيق اللي موجود معايا. انا حطيت ربع لتر المية، ودول كانوا باقيين منه كده شوية صغيرين كمان احتاجتهم. وكمية المية بتتحدد طبعا زي ما قلنا في اكتر من فيديو على حسب نوع الدقيق، لان كمية المية بتختلف من نوع دقيق للتاني. بعجنها كده شوية. وعلى فكرة عجينة السمبوسة من العجاين اللي المفروض ان هي بتبقى يابسة شوية، مش بتبقى طرية ولا بتلزق خالص. علشان تطلع معانا مظبوطة لازم تبقى العجينة شوية يابسة. هعجنها بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، بحس ان هي قافله قوي، عجينه مقفوله قوي وشديده في العجن كده. فهضيف عليها كمان معلقتين من الميه بالمعلقه كده، معلقتين بالظبط. والميه بضيفها بالتدريج وواحده واحده علشان ما اكترش الميه واضطر اضيف دقيق من تاني. وهعجنها زي ما احنا شايفين كده حوالي دقيقتين كمان بعد ما ضفت الميه الاخيره دي. طبعا كل ما عجنا العجينة شوية كويسين، مدة كويسة، بتطلع معانا في منتهى الجمال. هاخدها بقى كده على مفرش العجين او على الرخامة، وهبدأ ألت واعجن فيها شوية كده كمان. هي مدة العجن بتاعتها بتاخد 10 دقايق على العجان بقى او بايدينا زي ما احنا عايزين، اللي متاح هنستخدمه. خلاص كده انا تقريبا العجينة كده اتلمت وتمام. طبعا العجينة زي ما احنا شايفين لا بتلزق في الايد ولا اي حاجة، عجينة متماسكة جدا. هغطيها كده بكيس بلاستيك واريحها حوالي نص ساعة على الأقل، علشان تتفرد معانا بكل سهولة وما تشدش واحنا بنفردها. بعد بقى مرور نص ساعة هاجي اشيل بقى الكيس البلاستيك ده من عليها كده، وهلفها رول. هنلاقيها طبعا بتتلف بكل سهولة ومش بتقاوم الفرد ابدا. وهقطع النص كيلو دقيق ده على 8 قطع زي ما احنا شايفين كده. لو عندنا ميزان هم هيطلعوا حوالي القطعة حوالي من 95 ل96 جرام. هنحاول نخليهم طبعا كلهم قد بعض علشان واحنا بنفردها على بعضها يطلعوا برضو متساويين. ولو مفيش ميزان بالعين كده بنحاول يعني ايه بعينينا كده نخلي تقريبا حجمهم يبقى واحد. هكور كده العجين كله على 8، واغطيه برضو بكيس بلاستيك. يعني حاجة بسيطة خالص كده ترتاح 5 دقايق كمان بعد ما كورناها. عندي بقى دول شوية من الزيت. هجيب بقى العجين انقله كده على اي حاجة جنبي علشان ابدأ افرد العجينة دي بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض. هبدأ بأول واحدة أنا كورتها لأنها بتكون خدت أكتر وقت في إنها تكون مرتاحة، فهتتفرد معايا بكل سهولة. هرش على مفرش العجين شوية حلوين كده من الدقيق، وهبدأ أفرد العجينة بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. أنا هفردها على شكل بيضاوي شوية أو مستطيل، وينفع طبعا نفردها على شكل مدور ونبدأ نقص الحروف عادي. بس أنا علشان ما هقدرش كتير منها من العجينة هبدأ أعملها على شكل بيضاوي بالشكل ده. العجينة ما شاء الله زي ما احنا شايفين مع بعض سهلة وبتتفرد بكل سهولة، ورغم انها عجينة يابسة ما هياش طرية قوي، الا انها ناعمة وسهلة جدا في الفرد.
برضو هجيب الكرة التانية وهرش تحتيها شوية من الدقيق وعليها برضو شوية من الدقيق من على الوش، وهنبدأ برضو نفردها بنفس الشكل. في ناس ممكن تقول طب ما نفردها اصغر شوية وبعد كده بنرجع نفردها مرة كمان. هو فعلا ينفع نفردها اصغر شوية، لكن كل ما فردناها في المرة الاولانية بحجم متوسط زي ما احنا بنعمل كده، بتطلع معانا في الفرد اللي في المرة التانية اسهل بكتير. هكمل طبعا كل الاربع كور. انا هعمل المقدار ده التمن كور على مرتين، هعمل 4 مع بعض و4 مع بعض. بصوا بقى قد ايه سهلة وحلوة. بصوا كده ما شاء الله بجد. يعني الطريقة دي ان شاء الله ان شاء الله تعتمدوها، لانها في منتهى البساطة والسهولة وبتطلع معانا كمية حلوة جدا. بنحاول طبعا نخلي بالنا ان احنا العجينة تبقى سمكها تقريبا واحد، كل كورة بنفردها يبقى سمكها واحد. دول الطبقات بتاعة السمبوسة التمانية. بنرش بين كل واحدة والتانية شوية من الدقيق علشان ما تلزقش معانا. هاخدهم بالشكل اللي احنا شايفينه دوت واغطيهم حوالي، بعدين هقلبهم علشان ابدأ باول واحدة انا فردتها. هنرش برضو كده شوية من الدقيق، وهناخد اول واحدة من العجين اللي احنا فردناه خالص، وهبدأ بقى ايه بفرشة كده همسح عليها بشوية من الزيت، بس شوية حلوين بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض كده. في ناس بقى بتضيف شوية على الزيت شوية كمان من الدقيق وشوية من النشا. انا بضيف دقيق بس وبتطلع النتيجة ممتازة. هضيف بقى الواحدة التانية من العجين. احنا قلنا اتفقنا هنعمل اول واحدة فيهم 4 والتانية برضو 4. برضو هعمل كده عليها مسحة من الزيت، بس مسحة كويسة كده من الزيت علشان ما تلزقش وتبقى سهلة ان احنا نفكها من بعض بعد ما بتستوي. هكمل الاربع وحدات من العجين بنفس الشكل ده. احنا قلنا هنعمل دول مرة على مرتين، 4 مع بعض و4 مع بعض. الرابعة دي بقى انا مش هضيف عليها اي حاجة من على الوش. انا بس هفردها كده وهبدأ ابططهم بايدي مع بعض شوية كده، وبعدين هبدأ افردهم بالنشابة. بصوا بقى منتهى السهولة في فردها قد ايه، علشان كل خطوة بنعمل فيها الحاجة في العجينة بنريحها بعدها شوية صغيرين. بفردها مرة على الوش ومرة على الظهر، ورشة كمية حلوة قوي من الدقيق على السطح اللي انا بعمل عليه، اللي انا بفرد عليه العجينة. زي ما احنا شايفين كده هنلاقيها بتتفرد عادي خالص. بحاول اطلعها بقى يا على شكل مستطيل كده او على شكل بيضاوي، وهنشوف لما نسويها هنعمل فيها ايه. بتتفرد معانا اهي. طبعا المفروض ان احنا بنفردها لحد ما بيبقى سمكها رقيق شوية علشان تطلع السمبوسة بتاعتنا رقيقة ومش تخينة. في الوقت ده بقى انا حاطه على عين البوتاجاز، على عينين من البوتاجاز، صينيه كبيره. ممكن نحط صينيه ألمونيوم زي ما انا هعمل وهتشوفوا معايا دلوقتي، وممكن نحط الصاج بتاع البوتاجاز مفيش اي مشكله. انا عندي الصينيه دي صينيه كبيره، اكبر مقاس عندي، مقاسها كبير. هحط عليها كده العجينه، افردها بالشكل ده. طبعا هي سخنه، لكن يعني انا مسخناها من قبلها حوالي، سايباها تسخن حوالي 5 دقايق على نار متوسطه. بمجرد ما بحط العجينه عليها وافرد العجينه عليها كده، بيبقى النار هاديه خالص لحد ما هتعمل الفقاقيع اللي احنا شايفينها دي. بتاخد على كل ناحيه تقريبا دقيقه ونص، دقيقتين بالكتير، بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالظبط كده. خلاص هي كده بتبقى استوت. هاخدها بقى اول ما هتستوي بالشكل ده كده، بلفها طبعا يمين وشمال بالراحه كده لحد ما بتستوي من كل الجهات. هاخدها بقى على الرخامه وهبدا اقطعها واسوي الحروف بتاعتها كده. وهنعمل فكره حلوه قوي بالعجين اللي احنا بنطلعه من الحروف بتاعتها ده، مش هنرميه ابدا ابدا. في فكرتين حلوين نقدر نستغله بيهم وبتطلع في منتهى الجمال. هقطعها بقى كده على 4 وهنفككها من بعضها. هنلاقيها بتتفكك ما شاء الله بكل سهولة. بصوا كده، بصوا رقيقة وصوابعي باينة منها ازاي، وطرية كمان. هنشوف دلوقتي في الفيديو قد ايه هي طرية وفي منتهى الروعة. بصوا ما شاء الله ما شاء الله على جمالها بجد.
بنعمل كمية حلوة قوي من النص كيلو دقيق. يعني بصراحة انتوا لو ما هتجربوا الطريقة دي، يعني انتوا من نفسكم هتقرروا ان انتوا مش هتشتروا سمبوسة من بره تاني ابدا. بصوا السهولة كده، علشان طبعا رشينا زيت كويس ودقيق كويس بين طبقات العجين، طالعة في منتهى الجمال بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا قد ايه سلسة جدا في التعامل، حلوة جدا بصراحة. هنكمل كل الكمية طبعا بنفس الشكل. بصوا الكمية دي نص الكمية على فكرة، لسه هنعمل بقى النص التاني، بس انا عشان ما اطولش الفيديو عليكم عملت المرة التانية وضفتها برضو عليها. بصوا بتطبق وتتفرد بكل سهولة. هنيجي بقى للف السمبوسة وهنشوف هنلفها ازاي مع بعض. على طرفها كده من ناحية اليمين نحط شوية كده دول جبنة رومي. انا طبعا تقدروا تحشوها لحمة مفرومة او اي حاجة انتوا حابينها. وبالشكل اللي احنا شايفينه ده، مجهزة عندي معلقتين من الدقيق مدوبهم في معلقتين من المية، وعاملة بيهم زي معجون كده بنقفل بيه السمبوسة علشان ما تفتحش مننا واحنا بنسويها، سواء بقى في الفرن او الناس اللي بتحب تسويها في الزيت. انا ما بسويهاش اطلاقا في الزيت بصراحة، انا دايما بعملها في الفرن. نلف كمان واحدة عشان نشوف الطريقة قد ايه سهلة. بصوا كده سهلة ما شاء الله في منتهى الجمال. برضو كده بشوية من سائل الدقيق بالمية كده بنلزق بيه العجينة ببعضها. بصوا طالعة جميلة قد ايه. انا طبعا حشيتها زي ما انتوا شايفين وزي ما قلت لكم كده جبنة رومي. نقدر نحشيها بقى جبنة بيضة فيها زيتون بزعتر كده، نقدر نعملها بلحمة مفرومة، نحشيها فراخ. الحشوة اللي انتوا تحبوها اعملوا بيها السمبوسة. لكن سمبوسة الجبنة على فكرة من الحاجات المفضلة قوي قوي عند كل اللي في البيت. بصوا بقى طالع معانا كمية ما شاء الله قد ايه حلوة وقد ايه كتير. هجيب بقى صينية هدهنها كده بمسحة صغيرة من الزيت، وكمان هدهن وش السمبوسة مسحة صغيرة كده برضو من الزيت، وهدخلها الفرن. هسويها زي اي حاجة بنسويها بقى في الفرن، زي صينية الجلاش كده مثلا، على نار برضو متوسطة. وعلى ما هي تستوي بقى، ده الحاجات اللي احنا خدناها من الحروف دي، الحروف بتاعت السمبوسة. هنبدأ بقى في شوية زيت كده نحمرها. وفي بقى فكرتين ليها. انا عملتها بايه، انا خدتها بعد ما حمرتها كده هرش عليها شوية من الملح، الفلفل، البابريكا، بصل باودر، توم باودر، وهتتاكل زي الدوريتوس كده، وبتبقى في منتهى الطعامة واللذاذة وسناكس في منتهى الجمال. نقدر برضو نعملها كده ونحمرها في الزيت زي ما احنا شايفين، وناخدها نرش عليها سكر وقرفة، وتبقى نوع من انواع الحاجات الحلوة لو نفسنا ناكل حاجة حلوة. يعني احنا مش بنرمي ولا فتفوتة من عجينة السمبوسة. مش عايزة اقول لكم بقى بتطلع مقرمشة قد ايه. والشوية اللي بيطلعوا كده من الحروف بتاعتها اللي احنا بنحمرهم دول بيبقوا شوية حلوين كده، بيكفوا كمية كبيرة. ودي السمبوسة طبعا بعد ما طلعت كده من الفرن. بصوا بقى مقرمشة كده وفي منتهى الجمال، والجبنة الرومي فيها كده بقى سايحة ولذيذة، وكانت في منتهى الطعامة بصراحة. بصوا ما شاء الله الكمية اللي طالعة معانا قد ايه. خلصت وصفتنا للنهاردة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.